الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. أيها الأحبة، مع نعمة أخرى وعطية من عطايا الرحمن التي يتفضل بها على عباده في شهر الصيام والقرآن، بها ينجو العباد من العذاب والهلاك والهوان، وبها يدخل العباد دار السلام ويتبوؤون مقاعدهم في أعالي الجنان. ذلكم هو العتق من النيران، نعمة عظيمة ومنحة جليلة يجود بها ربنا الكريم على عباده تفضلا منه ومنه، وقد يسر الله سبلها وهيأ لعباده أسبابها في هذا الشهر المبارك. فيا من كنت مذنبا ومقصرا وغافلا، عد إلى ربك وتب إليه، وقف ببابه مقرا معترفا ذليلا منكسرا خائفا راجيا، وأبشر بعد ذلك بمغفرة من الله ورحمة وعتق من النار. ما أحوجنا إلى العتق من النار ونحن المقصرون المذنبون المفرطون المسيئون؟ ما أحوجنا إلى العتق من النار ونحن من أمرنا الله فقصرنا ونهانا فعصينا؟ ما أحوجنا إلى العتق من النار ونحن الفقراء الضعفاء الأذلاء، لا طاقة لنا على حرها وسمومها، ولا قوة لنا على بأسها وعذابها؟ ما أحوجنا إلى العتق من النار وإن ينجينا الله تبارك وتعالى من هذا العذاب، وأن يحفظنا من حرها وسمومها، وأن يحول بيننا وبين لهيبها وحريقها. فانج بنفسك يا عبد الله، واجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة، ومن دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وسائر قرابتنا والمسلمين أجمعين، اعتقهم من النار يا عزيز يا غفار، والحمد لله رب العالمين.